أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكاتشب بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله تعجب ولادنا وتقدري تعمليه لولادك في البيت. هنعمله ازاي؟ هنجيب طماطم تكون حمرا وتكون طرية. الطماطم بقى زي ما انت عايزة، كيلو 2 زي ما انت عايزة. هغسلها كويس، وبعد كده في حلة على النار هسخنها حلو قوي. انت شايفه اللون الاصفر اللي في الحله ده عشان انا مسخناها قوي. ببتدي بعد كده ان انا احط الطماطم عليها، والخطوه دي هتخلي الكاتشب بتاعك طعمه حلو جدا، احسن ما انت تحطي الطماطم على النار تتسلق ومعاهم ميه. لا، الخطوه اللي انا بقولك عليها دي هتخلي لك الكاتشب بتاعك طعمه احلى. تمام. هتهدي عليها النار وتسيبيها بقى تتسلق مع نفسها وتتهرى كده زي ما انتي شايفة. وبعد ما بتوصل للسليق بتاعها ده وبتكون مهرية كده، باخدها اضربها في الخلاط على طول من غير ما بزود لها مية. تمام. ما تنسيش وانتي بتتفرجي على الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد ما باخد الطماطم بتاعتي بعد ما بتتهرى زي ما قلتلك كده، هاخدها اضربها في الخلاط وما بزود لهاش ميه. وبعد كده باخدها ان انا اصفيها، اكون محضره لها مصفى واصفيها من البذر واي قشر طماطم موجود. ولو ان الخطوه اللي انا عملتها دي سهلت عليا كتير خالص، غير لما انتي بتضربيها في الخلاط بتطلعي قشر من الطماطم كتير. لكن الخطوه دي مش هتخليكي تطلعي قشر كتير من الطماطم على فكره. بعد ما بخلص تصفية الكاتشب بتاعي، بكون محضرة معلقة من الشطة، معلقة صغيرة لو أنا عايزة الكاتشب بتاعي يكون حامي. وبحط له معلقة من البابريكا، برضو بتعزز اللون بتاع الطماطم وبتدي طعم حلو برضو. وبحط معلقتين من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية خل صغيرة جدا. تمام. بعد كده القوام بقى لو انت عايزاه بيكون بالشكل ده، خلاص كده بتطفي النار عليه. لو انت عايزة تخففيه شوية بالمية، خففيه بالمية بس. بعد كده حطي يعني ربع كوباية صغيرة جدا من المية، ومعاها نص معلقة نشا عشان بس تربط معاكي القوام يبقى كويس كده زي ما انت بتشتريه. كده بقى تمام معايا الكاتشب وغلي معايا، والحبة النشا اللي انا حطيتهم استووا معايا. ببتدي ان انا اجيب برطمان او ازازة عندي، وابتدي ان انا احط الكاتشب بتاعي فيها. تمام. بيبقى باللون ده والشكل ده بتاعه بيبقى زي اللي احنا بنشتريه من بره، وده بيكون الشكل النهائي للكاتشب بتاعنا. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.